المشاهدون الأكارم، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم عنسبة يتطلع على برامج التنمية الجاري تنفيذها بحلحل وأسماط. الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن في قنداع. إدارة السياحة بجنوب البحر الأحمر تنظم الجولة للموظفين في المواقع التاريخية. أرمينيا تصادق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية في خطوة معادية لروسيا. إيران تزيح الستار عن أحدث مسيرة خلال مناورات مشتركة. ومجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه للمرة الأولى في تاريخ البلاد. أهلا بكم. تفقد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى يرافقه قائد الجيش الشعبي العميد تقل لبسو ومسؤولين آخرين تفقدوا برامج التنمية التي يتم تنفيذها في مديريتي حلحل وأسماط في 2 و3 من أكتوبر. وزار السفير عبد الله موسى السد الذي يتم بناؤه لحل مشكلة مياه الشرب وسقي الماشية والري في ضاحية أروتا بمديرية أسماط، وناقش مع إدارات الضواحي والأعيان أهمية إصلاح مساقط المياه وحفظ المياه أيضا وحماية التربة. وفي مديرية حلحل تفقد السفير عبد الله موسى والوفد المرافق له المؤسسات التعليمية والصحية في ضاحية كارست، وأشاد لدى تفقده الفصول الإضافية التي يقوم السكان بناؤها في مدرسة كارست لتقديم الخدمات التعليمية للمرحلة الثانوية. أشاد بالمبادرات المجتمعية موصيا لمتابعة أبنائهم حتى الوصول إلى أعلى مراقي التعليم. تم الاحتفال بالأول من أكتوبر اليوم العالمي للمسنين الذي يحتفل به للمرة 32 في العالم وللمرة 28 في بلادنا. وحضر الحفل الذي نظم تحت شعار كبار السن أساس متين لتراثنا وتاريخنا. حضر حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة ورؤساء الأقسام في الإقليم والمديريات، وأيضا رؤساء الفروع والجمعيات وعدد من المدعوين. وفي كلمته أمام التجمع قال مدير مديرية قنداع السيد عمر يحيى إن دور كبار السن مهم لغرس قيم شعب إريتريا في الأجيال المتعاقبة، وأن رعاية كبار السن مسؤولية جميع المواطنين. وقال المدير العام لإدارة الرعاية الاجتماعية السيد معرة أب في السهية إن شعب إريتريا يعتمد على سلسلة أجيال وهياكل عائلية ممتدة، وقد حافظ كشعب وبلد على قيمه وتاريخه وتقاليده. وأوضح أن مجتمعنا يعمل بكل إخلاص ووفاء لحصول كبار السن على تقدير جدير بالثناء بينما يعتني بهم أطفالهم وأقاربهم والجيران والمجتمع. قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في إريتريا السيد كيتا أوحاشي إن وكالته في إريتريا تعمل مع وزارة الصحة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووزارة المالية والتنمية الوطنية ومكتب الإحصاء خاصة حول قضايا المرأة وصحة الأم والطفل والكبار. وتخلل الحفل عروض فنية وثقافية. نظمت دائرة السياحة بجنوب البحر الأحمر جولة للمواقع التاريخية يوم 27 من سبتمبر بمشاركة 120 موظفا من مختلف المؤسسات الحكومية بمناسبة يوم السياحة العالمي. تعد زيارة المواقع التاريخية والأماكن ذات الأهمية السياحية في مديرية جنوب دنكاليا جزءا من الجهود المبذولة لتطوير السياحة الداخلية. وفي حديثه قال مسؤول فرع تراخيص العمل والتفتيش بالوزارة السيد قرماي مسفن إن الجولة مفيدة للسياحة الداخلية، حيث يعرف المواطنون بلدهم بشكل عام وبيئتهم بشكل خاص من جهة، والاستمتاع بالموارد والجمال الذي تحتضنه من جهة أخرى، معربا عن إيمانه الراسخ بأنه سيساهم بفعالية في هذا الشأن. وأضاف أن الجولة التي بدأت بزيارة الحضارة والتراث الثقافي الغني في رحيتا وكذلك رأس دوميرا ذات الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية العالية
ستستمر إلى الجزر والسواحل. من جانبه حث السلطان رحيت عبد القادر داود الشباب على القيام بدور مماثل في الحفاظ على المواقع التراثية، لأن المعرفة المكتسبة من خلال زيارة المواقع التاريخية ليست سهلة. وقال المشاركون إن الجولة ساعدتهم على إثراء معارفهم وفهمهم من خلال الملاحظات، وحثوا على تنظيم جولات مماثلة في مجالات أخرى. نظم الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالتعاون مع مركز بناء القدرات المؤسسية الإريتريا تدريبا على الإدارة والقيادة لمسؤولي هياكل الشباب ومساعديهم في 16 مديريات القاشبركة. وقال مسؤول الاتحاد في القاشبركة بالإنابة السيد ماريكوس قرماسيان إن الهدف من التدريب الذي تم إجراؤه في الفترة من 18 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر هو تعزيز قدرات الأعضاء في الإدارة والقيادة وإعداد خطة عمل في الوقت المناسب ونشر الممارسات الجيدة. وقال مسؤول متابعة التنظيمات الشبابية الشاب سليمان يوسف إن التدريب ركز على المفاهيم الأساسية للإدارة والقيادة وإدارة الوقت ومهارات وأهمية التواصل الإيجابي وإدارة السجلات والوثائق، كما شمل التدريب إدارة التغيير والصراع. وقال إنه إلى جانب التدريب تم تقديم تدريب أساسي على الكمبيوتر وتدريب مدربين في التربية المدنية لرؤساء وممثلي فرع الشباب في المدارس الثانوية. وفي رسالته حث حاكم إقليم القاشبركة سعادة السفير محمود علي حروي المتدربين على متابعة الدروس المستفادة وإحداث تأثير إيجابي على بيئتهم. تسببت الحرارة الشديدة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين في نفوق الحيوانات بشكل عام والحياة البرية بشكل خاص في مديرية قلعلو إقليم شمال البحر الأحمر. وقال رئيس هيئة الغابات والحياة البرية بالمديرية محمد أحمد لوكالة الأنباء الإريتريا إيرينا إن تغير المناخ هذا العام وخاصة ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى نفوق العديد من الحيوانات. وأضاف أن أكثر من 100 غزال و4 نعامة نفقوا بسبب الحرارة، كما نفق 45 غزالا لأسباب مجهولة في مناطق عديتو ومرسى فاطمة ودلوح. وقالت هيئة الغابات والحياة البرية إن حوالي 30 ظبيا لقوا حتفهم بسبب الحرارة الشديدة في منطقتي قدم وونغوبو بمديرية فورو خلال أغسطس الماضي. فاصل قصير ومن ثم نعود لنتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي أقر برلمان أرمينيا للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة بشأن الخطوة التي أثارت امتعاض الحليفة التقليدية روسيا، وتأتي وسط توتر بين يريفان وموسكو على خلفية عملية أذربيجان العسكرية في إقليم ناغورني قرباغ. من جهته اعتبر الكرملين الأسبوع الماضي أن عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية معاد جدا لروسيا. هذا وفي سياق متصل قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارة تجريها لأرمينيا إن باريس أعطت موافقتها على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز. وأشارت كولونا في تصريح للصحفيين في يريفان عقب محادثات أجرتها قالت إنها تطرقت إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها. كشف الجيش الإيراني عن أحدث طائرة مسيرة له مسمات كمان 19 خلال مناورات مشتركة في أنحاء البلاد لطائرات الجيش المسيرة. ونقلت وكالة إيرنا الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم التمرين المشترك للطائرات المسيرة
2402 للجيش ومساعد الشؤون التدريبية والتعليمية في الجيش الإيراني العميد علي رضا الشيخ القول إن وحدات الحرب الإلكترونية من قوات الجيوش الأربعة قامت بالتمرين وتنفيذ أساليب وحلول الحرب الإلكترونية. وتأتي المناورات الإيرانية الجديدة بالمسيرات العسكرية على وقع خلاف وتوترات مستمرة مع الغرب بشأن هذه المسيرات التي أضيفت بشكل خاص منذ فبراير 2022 إلى ملفات صراع طهران الساخن المستمر مع الغرب. صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن ماكارثي في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. وعزل مجلس النواب ماكارثي من الحزب الجمهوري من رئاسة المجلس بأغلبية 216 صوتا مقابل معارضة 210. وأعلن مجلس النواب باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب. وردا على الخطوة قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن حريص دائما على العمل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس بحسن نية. واتهم جيتس ماكارثي بالتسبب في شلل مجلس النواب قائلا إنه لم ينظر في مشاريع قوانين المخصصات المالية. الخبر الأخير في هذه النشرة قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن 23 جنديا في عداد المفقودين بعد السيول وفيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية سيكيم بشمال شرق البلاد، وهطلت الماء من أحد السدود. وغالبا ما تسجل الهند فيضانات وانزلاقات تربة تتسبب بأضرار كثيرة ولا سيما خلال موسم الأمطار الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود. مشاهدينا نختم هذه النشرة بأهم وأبرز العناوين. حاكم عنسبة يتطلع على برامج التنمية الجاري تنفيذها بحلحل وأسماط. الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن في قندع. إدارة السياحة بجنوب البحر الأحمر تنظم جولة للموظفين في المواقع التاريخية. أرمينيا تصادق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية في خطوة معادية لروسيا. إيران تزيح الستار عن أحداث مسيرة خلال مناورات مشتركة. ومجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه للمرة الأولى في تاريخ البلاد. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذه الفترة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة ودمتم في أمان الله.